اليمن وسواحل أفريقيا الشرقية. فالجلاليف يقومون بصيانة السفن وإعدادها للسفر، ويصلحون ما تلف من ألواحها وآلاتها وهي واقفة على الساحل داخل النجعة التي حمتها من أمواج البحر طيلة فصل الصيف. كما قام بحارتها بدهن أسفلها. يتحدد يوم السفر، يجلس البحارة في قارب الماشوة بالقرب من الساحل ينتظرون قدوم النوخذة أو القبطان لكي يجدفون في طريقهم إلى سفنهم الراسية في مياه الشويخ العميقة، وفي رفع العارضة التي ترفع الشراع فوق السفينة. يسبقهم صوت النهام والطبال لتشجيعهم في عملهم المرهق هذا. وبعد رفع عارضة الشراع العود يقومون برفع الشراع القلمي، وهم يهزجون ويصفقون، والحبال تكاد تتقطع وهم يهوون عليها بكل ما لديهم. يرفع المراسي المثبتة للسفينة وتنشر الأشرعة. تبدأ السفينة مسارها من الكويت إلى شط العرب لكي تشحن بحمولة من التمر، فتمر أولا بالقرب من جزيرة فيلكة وجزيرة مسجان أو 3 في مسقط، فهي لا تبيع ولا تشتري بضاعة في هذا البندر، بل وجهتها هي الكويت أو البحرين أو البصرة. فحين ترفع الأشرعة تبحر السفينة على طول ساحل الباطنة العماني حتى تقترب من بندر خورفكان، فتسفينة إبحارها حول رؤوس الجبال العمانية حتى تدخل الخليج مقتربة من الساحل الإيراني.